أرنوب، يا أرنوب يا حبيبي انت فين؟ رد عليا انا مش لاقياك. طب قولي انت فين؟ طيب الغابة خطر وانا خايفة عليك، ما بتسمعش كلامي. اخصى عليك يا أرنوب، اخصى عليك، خايفة عليك يا ابني تكون جريت هنا ولا هنا ولا حد ياكلك ولا اعمل ايه؟ ادور مين؟ ايوه عرفت اسأل مين. اسأل الدب الحكيم، هو اللي بيعرف فين الصغيرين اللي بيبعدوا عن امهم وابوهم راحوا فين. يا دب يا دب انا جايلك يا دب، اشوف ابني راح فين، انا جايلك يا دب. يا دب الحكيم، يا حكيم الغابة، لازم تعرفني وترد عليا. ابني أرنوب ما شفتوش راح فين، أنا خايفة عليه أوي. ايوه يا ارنوبة، عايزة ايه؟ ابنك ارنوب؟ مش عارف. طب قوليلي كده، ايه اللي حصل بينكوا في اخر كلام حصل ما بينكوا وكان خرج مش من اي حتة؟ فهميني بس ايه اللي حصل وانا اجاوبك وارد عليه. أنا كنت قاعدة في أمان الله، لقيته بيقول لي يا ماما أنا عايز أخرج أجمع ورد. أقول له يا أرنوب ما تبعدش، الغابة خطر ما ينفعش. قال لي ماليش دعوة يا ماما، أنا عايز أروح أجمع ورد. والورد كله في الطريق اللي هناك ده، ومش عارفة شوية واختفى، ما لقيتهوش، مش عارفة أعمل إيه. عايز يجمع ورد؟ والورد ده ناحية الثعلب، فاحنا هنروح نبص على الثعلب من بعيد ونشوف بيقول ايه، بيعمل ايه. ممكن يكون خطفه وعايز ياكله. الله على الأرنوب الجميل ده، وأنا جعان أوي. هو صغير شوية وضعيف بس مش مشكلة، أنا جعان وعايز أكله، بس لازم أضحك عليه وأبعده وأخده بسرعة من غير ما يجري مني ولا يخاف. ماشي، أقول له إيه؟ أقول له تعالى يا أرنوب نجمع ورد أنا وأنت، أيوة، ونلعب أنا وأنت كده وإحنا أصحاب. الله على الورد الجميل ده، أنا قلتلك يا ماما عايزة أجمع ورد وأنتي مرضتيش، خليتيني أخرج من وراكي. الله، أنا هلم الورد الجميل ده وأروح عند ماما عشان أديهولها وأعرفها إن أنا كبير ومحدش ضحك عليا. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ ايه الورد الجميل اللي انت بتجمعه ده؟ تيجي نجمع انا وانت ورد وناخده ونلعب بيه؟ وبعدين هو أنت صاحبي؟ أنت مش صاحبي، أنت الثعلب المكار اللي بتاكلنا. يانا مظلوم يانا، كل الناس بيقولوا عليا انا الثعلب المكار، انا وحش وانا طيب وغلبان. ما انا بكلمك اهو، انا عملت لك حاجه؟ انا ضحكت عليك في حاجه؟ انا عايز العب معاك بس اصل بحب برضه اجمع الورد. انا مظلوم، انا مظلوم. خلاص ما تعيطش، تعالى، طب تعالى العب معايا ونجمع أنا وأنت الورد. الله، الورد جميل جميل. ايوه حاضر، انا جاي لك اهو. فعلا الورد جميل، واخيرا ضحكت عليك يا ارنوب يا عبيط. اشتك يا ثعلب يا مكار، كنت عايز تاكل الارنوب الصغير ده وبتضحك عليه؟ انت ما تعرفش ان هنا الدب الحكيم اللي بيحكم الغابة وبيجيب الحق لاصحابه؟ ها؟ امشي بعيد يلا، مش عايز اشوفك هنا تاني، وما تقربش للارنوب ده تاني. يا ارنوب يا صغير، ازاي تخرج بعيد وما تسمعش كلام مامتك؟ لازم تروح جري لمامتك. امشي بسرعة لحسن حد ياكلك ولا يحاول ياكلك تاني. امشي وانا جاي عشان هكلم. يا ارنوب انت جيت كده برضه يا ارنوب، توجع قلبي عليك، انا كنت خايفه عليك قوي. رحت فين ومين
وينقذ أطفال الغابة. قلبي خايفة عليك يا حبيبي. الحمد لله. اوعى ما تسمعش كلامي تاني. انا زعلانة منك يا أرنوب عشان ما بتسمعش كلامي، وانتوا يا حبايبي يا صغيرين اوعوا ما تسمعوش كلام ماما وبابا. لازم تسمعوا كلام بابا وماما علشان هما بيخافوا عليكوا، ولازم ما تبعدوش عنهم خالص علشان ما حدش يبقى ياخدكوا ولا يخطفكوا ولا يعمل فيكوا حاجة وحشة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كتير واشتركوا لنا في القناة، وقولوا لي حد فيكم خرج وساب مامته قبل كده ولا لأ؟